عسلامة. الله يسلمك. مرحبا بك في تونس. الله يبارك فيك. قدم لنا روحك. اسم ديالي محمد، وجيت هنا ان شاء الله سياحه لتونس. أول مرة تجينا لتونس ولا؟ لا، اول مره. اول مره. أنت شاب مغربي مغروم بالسفر. قداش من دولة زرت؟ قداش من دوله عندي؟ هذه الدوله رقم 16. الحمد لله. هذا كيفاش جاي الغرام بالسفر أو كيفاش جات الفكرة من الأول؟ سبحان الله، انا من الصغر ديالي وانا عزيز عليا السفر، يعني كنت نقول لما لا ما يجيش واحد النهار ونزور العالم كامل. فالله سبحانه وتعالى يسر لي وبديت الحلم ديالي خطوه بخطوه حتى درك لقيت راسي في تونس والبلد رقم 16. كان مجرد حلم سبحان الله. قبل كما نقولوا قبل الزواج كنت كنمشي بوحدي، تقريبا زرت شي 12 دوله، ومن بعد الحمد لله كي تزوجت كملت في هذه المسيره هذه، وقلت ان شاء الله عمري ما نحبس واخا نوري كما كتقولوا انتم شيخ كبير. كيفاش كانت التجربة؟ لا صراحه تجربه رائعه. انا من هذا المنبر هذا كنصح اي واحد سبحان الله عنده الحب ديال السفر انه ما يتخلاش على هذه الهوايه هذه. كيفاش يكون اختيارك للدولة اللي باش تسافر لها؟ الاختيار اول حاجه مبني على الحب، يعني اي بلاد كنشوف في الحب ديالي ليها شحال ما كان كبير شحال ما كان بدي بها، وبعض المرات الظروف كتخليني نختار يعني البلاد بالسيف عليا. قبل ما تجي للدولة اللي باش تسافر لها تعمل البحث نتاعك ولا على الدولة تعرف؟ ضروري كندخل اول حاجه اليوتيوب كيسهل عليا بزاف الحوايج، فكنشوف مثلا المدينه المميزات ديالها التاريخ ديالها، بناء على ذاك الشيء كنتوكل على الله وكنجي ليها. انت مصر انك تدور العالم الكل؟ مصر ان شاء الله بحول الله باذن الله سبحانه وتعالى. كنقول ان شاء الله يجي واحد النهار ونزور العالم كامل ان شاء الله. شنو الدول اللي مشيت لها؟ الدول بسم الله، هما عندي بعدا لاصقين هنايا في الكارطاب شفناها. ايوا عندي اول حاجه البلد ديالي الحبيب المغرب، مزيان بدي من الفوق ونجي هابط. الجزائر الشقيق، تونس كذلك الشقيق، الاردن الشقيق، عندك البرتغال، مصر الشقيقه، المانيا، موناكو، اماره، دوله هنغاريا هكذا، دوله هنغاريا، اسبانيا، فرنسا، سويسرا كنت فيها هذه تقريبا 5 أو 6 أشهر، بلجيكا، هولندا، ايطاليا وسلوفينيا. الحمد لله.